مليون مبروك لكل ولادنا في الثانوية العامة. ألف ألف مليون مبروك، ويا رب تحققوا كل أحلامكم وتخشوا الكليات اللي بتتمنوها. بس عايزين نقول كلمتين كده خاصة للأهالي. يا رب كده ما نضغطش على ولادنا ونشيلهم الغلط والمصاريف وحرقة الدم اللي احنا عشناها. احنا زينا زيكم بالظبط، صرفنا دم قلبنا على العيال ونحرق دمنا السنة كلها وامتحانات وضغط نفسي صعب. فبلاش نوصل الضغط ده لعيالنا اللي ممكن يوصلهم لحالة اكتئاب، او في ناس زي ما بنشوف كل سنة طلبة بتخلص من حياتها علشان ما جابوش المجموع. طبعا ده شيء يعني صعب جدا، فيا ريت ما نضغطش على العيال. الحاجة التانية، بلاش الفشخره اللي ملهاش لازمه، المنظره على الجيران والقرايب وولاد الخاله وولاد العم والحاجات دي كلها ما بقاش وقتها ولا بقى مكانها ولا بقى اوانها. فيعني نشوف كليه مطلوبه في سوق العمل، نشوف كليه نشتغل منها ان شاء الله، حتى يكون معهد حاجه يعني الطالب يطلع يشتغل منها، بدل ما يبقى معاه شهاده على الحيطه قد كده وما بيشتغلش. ممكن يبقى ابن حضرتك مثلا او بنت حضرتك في كليه كبيره والشهاده موجوده على الحيطه ملهاش اي 30 لازمه، وابنك قاعد معاك في البيت او بنتك مشرفاكي وبتصرف كمان غير المصاريف اللي انصرفت عليهم قبل كده. فيا ريت بلاش موضوع الفشخره اللي ما بقاش ليها لازمه دلوقتي. في كليات موجوده ما مش مطلوبه في سوق العمل، يا ريت نبعد عنها. اللي عايزين نقوله بقى لولادنا، مش معنى يا ابني او يا بنتي ان انت ما جبتش كليه طب او 90% او 99% ادبي ولا علمي ان انت كده فاشل. يكفي اقول لك بس كام نقطه كده. الدكتور العلامه السير مجدي يعقوب، يعني طبيب القلوب اشهر جراح في العالم، كان جايب في الثانوي العام 74%. المهندس هاني عازر من افضل المهندسين في العالم ومن افضل الشخصيات في المانيا، كان جايب 78%. الدكتور احمد زويل، الدكتور اللي شرفنا وخد جايزه نوبل، كان جايب 80%. الدكتور فاروق الباز، واحد من اشهر علماء الفضاء واشتغل مدير الوكاله بتاعه الفضاء في امريكا، مجموعه ما جابش كليه طب، لكن حلمه ما انتهاش لحد هنا. اشتغل على نفسه ودخل كليه علوم وبقى منها رقم واحد في التخصص بتاعه. فما فيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع. الكلام ده عملوه الناس قلنا بتوع زمان اللي لسه مستمرين معانا، الناس اللي بتحب الفشخره والوجاهه الاجتماعيه. ما فيش حاجه اسمها كليه القمه. القمه اللي انت هتعملها لنفسك في اي كليه. فما فيش حاجه اسمها كليه قمه، ومش معنى ان انت ما جبتش الكليه اللي انت عاوزها ان انت كده فاشل. لا، اشتغل على نفسك، لسه انت شاب او لسه حضرتك 18 سنه، تقدر العمر يعني قدامك طويل ما شاء الله، يعني ربنا يديكم الصحه، تقدروا ان انتوا تذاكروا، تقدروا ان انتوا تعدوا نفسكم كويس وتشتغل على نفسك، وممكن تبقى رقم واحد في تخصص او في المجال بتاعك. وربنا يوفقكم وتحققوا كل امانيكم.